البيت كان دايما عمران بصحبة مروة اللي كانت بتقول إنها خالتي وجارتي وأختي، والكل كان مأمن لها على العتبة. الست صاحبة البيت كانت بتثق في جارتها مروة جدا، لدرجة إنها كانت بتسيب لها مفتاح الشقة عشان تسقي الزرع وهي مسافرة مع جوزها، وبتقول لها يا مروة يا حبيبتي، البيت بيتك وإحنا ما بيناش حجاب. مروة كانت بتدخل الشقة وتخرج بمنتهى الهدوء، والست مش شاكة في حاجة. وفي يوم الست كانت بتنظف الدبدوب الكبير اللي كان محطوط زينة في ركن الصالة، ولقت حاجة بتلمع جوه عينه البلاستيك. شدت الدبدوب وفكته، والصدمة كانت بشعة. لقت مروة خرمة عين الدبدوب وحاطة فيها كاميرا مراقبة صغيرة بتسجل بالصوت والصورة كل اللي بيحصل في الصالة، وبتبعت البث مباشر على موبايل مروة. مروة كانت بتراقب الست وهي قاعدة مع جوزها، وبتعرف أسرارهم المادية وخلافاتهم البسيطة، عشان تروح لأهل الجوز وتوقع بينهم وتقول لهم ده ابنكم بيشتم فيكم في بيته، والست بتاعته هي اللي بتقويه عليكم، وأنا سمعتهم بودني. الست الدم نشف في عروقها، بس ما كانش هينفع تصرخ. عملت فخ أذكى، قعدت قدام الدبدوب ومثلت إنها بتكلم رقم مجهول، وبتقول بصوت مسموع يا مروة يا حبيبتي، أنا عرفت إنك بتخوني جوزك مع جاري اللي في الدور الثالث، وأنا صورتك فيديو وهفضحك النهاردة. طبعا مروة كانت سامعة البث في موبايلها، واتجننت وجريت على شقة الست وخبطت بجنون وهي بتصوت انتي بتقولي ايه؟ أنا أشرف منك ومن عيلتك. الست فتحت الباب وهي بتسجل فيديو بموبايلها، وواجهت مروة بالدبدوب والكاميرا قدام جوز مروة وجوز الست والكل. الفضيحة بقت بجلاجل، ومروة وشها بقى زي الكفن لما عرفت إن غدرها هو اللي جابها لحد باب الشقة معترفة بسرها. مروة اتهجرت من المنطقة بالجرسة، والست عرفت إن الزينة اللي في بيتك ممكن تكون هي العين اللي بتسرق حياتك، والحرص واجب حتى من لعبة محطوطة على الكنبة. ودي كانت حكاية من حكايات مايا اللي بتعرفنا إن اللي تدخل بيتك وتعرف أركانه ممكن تكون هي اللي بتبخر لك مستقبلك بالحسد والغل، والحقيقة دايماً بتبان ولو بعين دبدوب.